دعوة عامة، ماشي دعوة عامة، لا ماشي دعوة عامة، ماشي دعوة عامة. أي تجمع شوف راكم نقابيين، أي تجمع كتأطروه أنتوما وكتقول له اللي كيدخل واللي كيدخل. لا ماشي مؤتمر جميع أعضاء الحزب الوطني ماشي ياخذ التخطيط الأحزاب هذا راه مؤتمر القانون الأساسي هو هذا مؤتمر هذا مؤتمر اللي كنساوي هنا حق دستوري. ضربوا صاحبي اليوم كينعقد المجلس الفيدرالي ديال الحزب الديمقراطي تحت قيادة الكاتب العام عبد الرحمن العزوزي في اطار اتخاذ قرارات مهمه تهم الشغيله المغربيه بطبيعه الحال، وفي افق التحضير للتنسيق مع النقابات المركزيه السابقه. وفي هذا الاطار ينعقد المجلس بمراكش، ونحن نفاجأ اليوم بالطرف الاخر الذي اعتدى على الشرعيه وانشق عن الشرعيه بقياده الفاتح وبدعم من جهات سياسيه واضحه لضرب هذا المجلس. بالتالي والحضور كما تلاحظون الذين يحضرون الذين يحتلون الفندق ويمنعون المناضلين اعضاء المجلس من الدخول والمدعوين والبرلمانيين والمستشارين من الدخول هم بطبيعه الحال ليست الا عصابه مسخره من اطراف المغرب من انحاء المغرب. المراكشيون والمناضلون في مراكش لم يحضر منهم الا 4 أشخاص محسوبون ويستفيدون من البيع النقابي، وبالتالي نحن صامدون ونحترم الحريات العامه ونحترم الشرعيه وندافع عنها بهدوء وبسلام. هذا اختيارنا لن نتراجع عنه، ولذا كان لشيء اخر اختيار فليتبعوا وليسير معه هذه اختيارات. لن نمنع احد، لن نعتدي على احد، ولكن اعتدي علينا، ولكننا سندافع عن الشرعيه النقابيه والشرعيه الديمقراطيه في اطار احترام المؤسسات القائمه في البلاد. فيدراليه ديمقراطيه الشغل ولفتح التطاول على الشرعيه ديال المنظمات منظمتنا. تنشكروا جميع الاخوه والاخوات اللي جاوا دافعوا على الشرعيه وعلى الديمقراطيه وفتحوا الفساد، لكن تنبغيو نسجلوا اليوم باسف ان السلطات المحليه ديال مراكش ما احترماتش اعتراضاتنا ورسائلنا اللي صيفطنا لهم ووضحنا فيها جميع الحيثيات. هو مجلس في دورة عادية لاتخاذ القرارات اللازمة اللي خصها يتخذها، قرارات نضالية، وهذاك الشيء بطبيعة الحال في إطار التنسيق اللي هو كاين ما بين المركزيات الأخرى. واحد العدد ديال الملفات مطروحة والتزامات سابقة للحكومة مع الأسف أنها ما نفذتهاش، لذلك أنه لا بد من اتخاذ قرارات نضالية بتنسيق مع المركزيات الأخرى. خضاع أي نوع من التحكم، فهنيئا لاختراقكم الحدود الوهمية. راه كاين اللي عنده ولادو دايرين عملية جراحية وجاو في المناسبة كنهنيهم، وكاين اللي اخترقوا الحدود من الصباح الآن، ماشي باش يجيو غير ياخذوا قرار باش يعطيو الدليل. عليكم السلام. حاليا اليوم اجتماع نتاع المجلس الوطني الفيدرالي الذي يمثل الشرعيه الحقيقيه للفيدراليه الديمقراطيه الشغل. كالعاده مجموعه من الاشخاص اللي فيهم من اللي ماجورين وفيهم على اللي محسوبين على الفيدراليه، اللي اليوم التاريخ بين المستوى ديالهم كيحاولوا دائما بهذه الاساليب البلطجيه يمنعوا اجتماع اللي هو شرعي وقانوني، ولكن دائما الحق ينتصر، لان نعقد الدوره نتاع المجلس الوطني اللي بدون شك سيخرج بقرارات اساسيه تهم الطبقه العامله بما فيها الانخراط في الاضراب العام الذي دعت اليه الكونفدراليه. ومن المنتظر ايضا ان المجلس الوطني لاخواننا في الاتحاد المغربي للشغل المنعقد في نفس اليوم ايضا سيخرج بقرارات نضاليه في اطار التنسيق ما بين المركزيات الثلاث من اجل الدفاع على حقوق الطبقه العامله المغربيه وعلى كرامتها ومكتسباتها.
الان الاشغال ديال المجلس الوطني مستمره، وهذا تيرجع الفضل لقوه الامن وعلى راسها والي صاحب الجلاله في اقليم مراكش اللي نزل شخصيا لايجاد حل لهذا المشكل واعطاء الشرعيه للاجتماع كحق دستوري من الواجب باش الاجتماع يتم والامور تدوز بخير. وانسحبوا الاخوان بدعوى بانهم الان قاموا بالواجب ديالهم وانسحبوا من الساحه، والان رحنا في داخل الاشغال ديال المجلس الوطني. وشكرا. واش هذا الشيء ما عندوش يلعب لا احد عنده فرع التوقيع لازم ولكن ماشي طرف. لا لا ما تخليش طرف. انا كنقول بانه الناس دايرين اجتماع يديروا اجتماع ديالهم عندهم السيرفيس ديالهم يدخل اللي عنده الحق يدخل واللي ما عندوش يدخل ما يحتاج عليه. انا هي في السريه شنو هي البلاد ديال الوصل اللي عندنا حنايا والمؤتمر اللي درنا شكون؟ انا لا اؤول القانون، انا ليست مهمتي تأويل القانون، انا مهمتي حفظ النظام العام. يمشيو للمحكمه، سير انت للمحكمه. لا هما يمشيو للمحكمه اللي تعتبروهم متضررين. انا مول منظمه وعندي شرعيه وعندي انت اللي متضرر كتقول انه ما عندهمش حقوق، انت غادي تمشي هما داعيين وباغيين داير الامر. ما نصفتونا لا في الضمان الاجتماعي ما والو. واش نصفوك في الضمان الاجتماعي؟ واش غنصفوكم؟ واش حنا عندنا شي واحد اللي كذا انتوما كنا ندوزو عليه الطلاب ما كنا نديرو عليه الطلاب. حنا دابا شوف حنا دابا غنديرو معاكم الطلاب غنجي عندي شنو كاين مجموعه